قصة واقعية كامل على بسبب إعلان ديال بيع السيارة. رشيد الزوج غادي يكتشف أن المرأة اللي دارها سند ليه واللي اختارها من بين ألاف النساء كتغدرو وكتخونو. السلام عليكم، نهاركم مبروك الصباح والعشية. الإخوة اللي كيسموني أول مرة، أنا أخوكم عدنان، كنعاود لكم قصص غريبة وغامضة في حقيقية من الواقع. إلا كيعجبك هذا المحتوى خلي متابعة القناة وخلي لي تعليق فيه نصيحة ليا. ليتس جو. في سنة 2008 من بعد واحد العلاقة دامت عام كامل، رشيد تزوج بمروة. ورشيد كان خدام في واحد الإدارة في مدينة مراكش، المدينة اللي تزاد فيها وكبر فيها، ونفس الشيء بالنسبة للمرأة ديالته اللي سميتها مروة. غير هو الوالدين ديال رشيد الحقيقة ما كانوش موافقين على هذاك الزواج، وكانت من طبيعة الحال عندهم أسبابهم الخاصة وهما اللي كانوا عارفينها وبوحدهم باش يعرضوا الزواج ديال ولدهم رشيد من مروة. الحقيقة أن رشيد كانت عنده غير 26 عام، يعني باقي صغير وما كانش غادي يستعجل ولا يزرب ويتزوج. كون ما هذيك مروة اللي كان كيعرف ضغطات عليه ولحات عليه باش يتزوجوا في أقرب وقت ممكن. وتقريبا اي حاجه في الدنيا كتشوف فيها الطرف الاخر كيلح فيها بزاف، عرف انها مشكوك في امرها وتقدر تقل شويه حتى تتاكد مزيان عاد توكل على الله. رشيد كان عارف الماضي ديال مروه وعارف شكون كان معها في علاقه، وحتى انه كان كيعرفو مزيان واللي كان صديق ديالو. ولكن مروه قسمات لي على المصحف انها عمرها ترجع لاي علاقه سابقه، وأنها غادي تبقى وفية ليه حتى تموت. هو القرآن الكريم جا فيه إن كيدهن لعظيم. مع الوقت مروة بان لها أن الوالدين ديال رشيد مصرين باش يفرقوها عليه، وبدات كتقلب على شي طريقة باش تربطو بها. وهنا أقصر طريق لهذا الشيء هو أنها تحمل منه وبغات تولد منه ولد تقريبا ولا بنت باش يبقى متعلق بها. هادشي مع الاسف كاين في ثقافتنا بزاف، باش تجيب الولاد باش تزيريه وما يبقاش عنده فين يمشي. واي زواج كيكون مبني من الاساس ديالو على هاد الافكار غالبا ما كينجح وما كيكونش عنده اساس صحيح، وكيكون هش والمصير ديالو هو الدمار والشتات. لانه باش الزوجين ينجبوا اولاد داكشي تقريبا خاصو يكون عن قناعه من كلا الطرفين، وعمر الولاد ما كانوش طريقه باش واحد طرف يتحكم في الاخر ويفرض عليه البقاء تحت ذريعه انه عنده الولاد. اللي عقله فيه شي خربيق سواء عنده الولاد ولا ما عندوش ومقتنع بشي حاجه راه غيديرها. على العموم دازو شهوره وما وقعش الحمل، ومروه كانت عارفه ان الحماد ديالها ولا العجوزه ديما كتضغط على ولدها باش يطلقها، والاب كذلك ديالو حتى هو عيا منه وما بقاش باغي يدخل لدار العائله. هنا مروه بدات كتحس بان الوقت كيجري عليها وكان ضروري تحمل باش تضمن بلاصتها حياة رشيد. وتقريبا دارت اي حاجه غير باش تحمل، مشات عند الاطباء العشابين العرافات، ولكن والو، الحماله ما كايناش وما جابش لها الله. ايوا اختنا مروه فاش بدات كتفقد الامل قررت باش ترجع لعلاقاتها السابقه مع العشاق ديالها. وكان عندها واحد عاشق قديم ساكن في المدينه ديال اكادير، بدات كتمشي عنده عن طريق الطوموبيل ديال راجلها، وكدير السبه على اساس انها غاديه تزور العائله ديالها، وكتشد الطريق عند الخليل ديالها. وهذا الشيء فاش كيكون راجلها خدام طبعا. المشكله انها ولو مشات مع الخليل ديالها ما حملاتش، وهنا بدات كتجرب مع عشاق اخرين. المهم عندها هو تحمل وتربط راجلها رشيد بولد كيف ما كان الحال، هادشي طبعا حسب الاعتقاد العوج ديالها. الاداره اللي كان خدام فيها راجلها رشيد مروه تعرفات على زميل ديال راجلها اللي خدام معاه في نفس الاداره غير باش تستخدمو باش يجيب لها الخبر ديال راجلها. والام ديال رشيد شي مرات كانت كتمشي عنده قدام الخدمه، وهذا العون كان كيترصد كل شيء وكيوصلو لمروه. الغلط اللي دارو رشيد هو انه عمرو فكر يشوف العداد ديال الكيلومترات في الطوموبيل ديالو، والا فكان ساهل عليه يعرف بلي المراه ديالو كانت كتمشي مسافه بعيده بزاف وماشي غير عند العائله ديالها. رشيد كان خدام مزيان، وفي الاخر العام خدا واحد المكافاه زوينه من الخدمه ديالو،
وهنا فكر انه يبيع الطوموبيل ديالو ويشري وحده اخرى جديده. رشيد غادي يحط اعلان طوموبيل للبيع مع الرقم ديالو في الزجاج ديال الطوموبيل وخلاها. هنا الاب ديال رشيد كان عارفها وكان شك باللي انها كانت كتخون الزوج ديالها، وكلف واحد من الاصدقاء ديالو باش يراقبها ويشوف فين كتمشي وتخرج ويصورها. وفعلا هادشي اللي وقع تماما. هذاك اللي كان مكلف بالمراقبه ديالها من طرف الاب ديالو قدر يضبطها ويصورها، وناض جمع دوك التصاور وعطاهم للام ديال رشيد، وهي بنفسها مباشره وراتهم لولدها رشيد. من طبيعه الحال اي واحد بلاصتو غادي يتصدم، وردة الفعل اللي كتكون في ديك الوقيته من اصعب ما يكون. ورشيد بقوه هذيك الصدمه غيب ومشاو به للمصحه. هنا رشيد كان تكي وقرر ينتقم منها، ومشى عند وكيل الملك ودار بها شكايه كيتهمها بالخيانه الزوجيه. وهذه احسن حاجه دار، لانه بزاف د الحالات بحال هادو ربما كيكونوا شي حوايج اللي ما لا يحبذ عقباهم. البوليس هنا غادي يبداو التحريات ديالهم، ولكن كانوا عارفين ان القبض عليها متلبسه صعيب، حيت القانون كيتطلب اما التلبس او الاعتراف مكتوب او لا اعتراف قدام القاضي. داز تقريبا 10 ايام والطوموبيل باقيه مع مروه، وهو باغي يبيعها لانه خلى الامور كتبان عاديه وما دار حتى ردة فعل اللي غادي تخلي الزوجه ديالو تحس ولا تعيق باللي عرفها كتخونو. واحد النهار في العشيه رشيد غادي توصل مكالمه من شي راجل باغي يشري الطوموبيل من عنده. المهم هضروا، وهذاك خونا اللي كان باغي يشري الطوموبيل قال ليه انا دابا راه واقف حدا الطوموبيل ديالك نيت قدام العماره الفلانيه. توفيق تصدم وعرف ان الزوجه ديالو خرجات الطوموبيل، حيت هو ما كيعرف حتى شي حد في ديك العماره اللي وقف الطوموبيل حداها. رشيد خرج من العمل ديالو وقصد الشرطه اللي بدورهم ما تعطلوش ومشاو لعين المكان، وبحكم يقظه الشرطه والخبره ديالهم قدروا يتوصلوا لرقم الشقه اللي فيها مروه مع العشيق ديالها. من بعد ما لقاو الطوموبيل مركونه قدام العماره، دخلوا للشقه اللي غادي يلقاو فيها الزوجه ديالو مع العشيق ديالها، وهي عريانه وسط السرير بدون ملابس وكتحاول تغطى بفوطه. البوليس شدوها هي والعشيق ديالها ومشاو بهم للمحكمه. مروه عمرها تخيلات ان اعلان بيع السياره غادي يفضحها ويورطها بهذه الطريقه ويخليها تشد متلبسه في الفراش مع عشيقها. إلا وصلتي لهنا ما تنساش تخلي متابعة القناة وتخلي فيه نصيحة يقدر يستافد منها أي واحد قراها، وقول لينا في نظرك شنو أفضل عقوبة اللي تقدر تشفي غادي للزوج من هاد الخيانة هادي.